أهلاً وسهلاً بكم مشاهدينا الكرام على قناة المغرب 24. شهدت الجزائر أمس الأول الخميس موجة غير مسبوقة من الحرائق بعدما اندلع أكثر من 22 حريقاً عبر 8 ولايات، وفي قلب فصل الشتاء الذي يعرف درجات حرارة منخفضة. هذه الظاهرة غير المألوفة أثارت صدمة واسعة في الشارع الجزائري، وفتحت الباب أمام تساؤلات حادة حول خلفيات اندلاعها. الحرائق تركزت في ولايات تيبازا، تيزي وزو، بجاية، جيجل وتلمسان، وهي مناطق عادة ما تسجل حرائق خلال فصل الصيف لا خلال فصل الشتاء البارد. هذا التناقض في التوقيت دفع كثيرين إلى التشكيك في طبيعية ما وقع، معتبرين أن تزامن الحرائق واتساع رقعتها يشكل لغزاً لا يمكن تجاوزه. الإعلامي الجزائري حفيظ دراجي كان من بين أول من أثار الموضوع، حيث عبر منصة إكس عن شكوكه من اندلاع 17 حريقاً في وقت متقارب، مؤكداً أن ما يحدث يستوجب تحقيقاً سريعاً وشفافاً، لأن تكرار الحرائق في هذا الموسم لا يمكن تفسيره بشكل طبيعي. وفي غياب تصريح رسمي يقدم تفسيرات واضحة، اتجهت تحليلات العديد من الصحفيين والنشطاء إلى ربط هذه الحرائق بسياقات سياسية داخلية حساسة، من بينها الجدل القائم حول ملفات خارجية والانتقادات المتعلقة بالمشاريع التنموية، إضافة إلى الضجة التي رافقت الإفراج عن الروائي بوعلام صنصال. السلطات الجزائرية أكدت أنها سخرت فرق الحماية المدنية بقدراتها البرية والجوية لإخماد النيران وإجلاء السكان المتضررين، لكنها لم تقدم حتى الآن توضيحات مفصلة حول الأسباب التي أدت إلى اندلاع الحرائق في هذا الوقت غير المعتاد من السنة. ومع استمرار جهود الإطفاء، يبقى الشارع الجزائري في حالة انتظار وقلق، ترقباً لما ستكشفه التحقيقات المقبلة. هل هي ظاهرة بيئية نادرة، أم أن النيران التي اشتعلت في عز البرد تحمل خلفيات سياسية تزيد من تعقيد المشهد الداخلي في البلاد؟ إلى هنا مشاهدينا الكرام وصلنا لنهاية هذا الفيديو. شكراً لكم على حسن الاستماع والمشاهدة، وإلى اللقاء.